بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم راح نبدأ درس جديد وهو درس كيكة الزعفران. نحط بالخلاط 3 بيضات، كوب 1 سكر وشوية فانيليا، ونخلط 10 دقايق حتى يمتزج السكر والبيض ويعطينا خليط خفيف وفاتح اللون. بعد ما صار الخليط فاتح بهالشكل راح نضيف الزيت والحليب اللي منقع فيه زعفران بالتدريج مع استمرارية الخلط. ونص علبة لبن صغيرة أو 100 ملي لبن. وبكذا السوائل صارت تمام. الحين راح نبدأ نجهز النواشف اللي هي دقيق، بيكنج باودر وبيكنج صودا، راح ننخلهم مع بعض. نحتاج 1.5 ملعقة من البيكنج باودر، هذه ملعقة وهذه النص، ونص ملعقة من البيكنج صودا. وظيفة البيكنج صودا أي كيكة فيها حوامض مثل اللبن، الليمون، البرتقال، التمر لازم نضيف معاها البيكنج صودا لأنه يعزز الانتفاخ. نبدأ بنخل النواشف مع بعض عشان يعطينا كيك منفوش وطري. الآن أنزل الدقيق بشويش والخلاط داير على أبطأ سرعة، ننزله بشويش بهالشكل حتى تخلص الكمية. اختفى الدقيق، ستوب، نوقف على طول وما نطول الخلط، لأن أكبر غلط هو أننا نضرب الدقيق مدة طويلة، عشان كذا تطلع معانا كيكات مرة قاسية. نقشط الحواف بهالشكل وننزل كل كمية الدقيق اللاصقة سواء بالجوانب أو بالقاع، بعدين نضربه ضربة أخيرة قبل ما نحطه بالصواني. هذا قوام الكيك الصحيح. تقعدين ترسمين فيونكة بهالشكل، إذا اختفت الفيونكة مع الخليط يعني الخليط ناجح بإذن الله. أما إذا بقت رسمة الفيونكة مرة فوق مدة طويلة لازم تخففين الخليط. هذا القوام بيرفكت ومناسب. عندي هنا 3 صواني ألمنيوم خاصة بالكيك مقاس 6 إنش وبخاخ الزيت كارليكس. أبخ القاع والجوانب بهالشكل، وأيضا بالقاع عشان نتأكد إن الكيك ما راح يلصق نحط ورق الزبدة مقصوص على حجم الصينية. هنا عندي حزام الكيك. هذا الحزام نغرقه تماما بموية، موية عادية حتى يتشرب تماما الموية، بعدين نطلعه نعصره بس شوي، لا تفضون الموية اللي فيه، بعدين نلفه حول الصواني. وظيفة الحزام إنه يبرد حواف الصينية خلال ما هي بالفرن، فيمنع انتفاخ القبة، لأن بسرعة الزوايا تحتر بسبب الحديد الحار فتستوي من الزوايا، بينما بالمنتصف لا، تبقى تنتفخ، لذلك القبة تتكون. هذا الحزام وظيفته يخلي الجدران باردة عشان كل الكيك ينتفخ بالتساوي. بعدين نبدأ بتقسيم الخليط بهالشكل بمغرفة أو بكوب معياري على حسب ما أنتم حابين، أهم شيء تكون الكميات متساوية. الحين أحط الصواني في فرن مسبق التسخين على درجة 160 إلى 170. على بال ما تستوي الكيكة راح نسخن الصوص هالشكل. نحط 2 كوب حليب، بسم الله، علبة حليب مبخر، ونص علبة حليب مكثف، بس شلته عن النار عشان لو انكب ما يحترق مع الحرارة. نحطه على النار حتى يغلي. بحط عليه الزعفران عشان يعطيه لون وطعم. بعد مرور نص ساعة على الكيكة ما شاء الله تبارك الرحمن استوت، والسطح زي ما تشوفون متساوي بدون قبة ولا انتفاخ، وكل الفضل يرجع إلى الحزام المبلل. شوف الثانية، بسم الله، أصلا الريحة خيالية. شايفين كيف الليونة؟ شيء خرافي، لينة بشكل لا يوصف. شايفين هذه هي الكيكات اكتملت. بعد ما طلعت الكيكات من الفرن راح أخرجها شوي بشوكة أو بعود شواء أو عود أسنان. الحين راح أسقيها بالصوص اللي سويناه بهالشكل، كل ال3 كيكات. بعد ما سقيت الكيك راح أغلفها بالنايلون أو أكياس زي كذا وأحطها بالثلاجة حتى تبرد تماما عشان نبدأ نحط عليها الكريمة
نصفها فوق بعض ونطبقها. على بال ما الكيك يبرد بالثلاجة راح نحضر الكريمة اللي هي كريمة خفق، وأفضل كريمة هي كريمة فيكتوريا، بس أنا ما لقيتها فاستخدمت هذه الكريمة، هذه بالمرتبة الثانية بعد فيكتوريا. إذا ما لقيتوا فيكتوريا هذه كويسة. هذه نفس الكريمة بالضبط، الكريمة السايلة، بس حطيت عليها قبل بفترة خيوط الزعفران حتى تلونت وتنكهت، وراح أضيفها مع الكريمة العادية هي نفسها بالضبط. وراح نبدأ نخلط حتى تتماسك الكريمة. كل كريمة لها وقت تماسك، تخلطونها حتى تشوفون إن القوام صار متين ومتماسك وقابل لتغطية الكيك والدهن. بعد ما تماسكت الكريمة بهالشكل راح نضيف لها كنكهة كاسترد عادي، نفس الكاسترد اللي من العلبة أنا مسويتها وحاطتها في صحن وبالثلاجة حتى يصير بارد، عشان بس نعزز النكهة. نقدر نضيف ملعقة إلى ملعقتين إلى الكريمة، ملعقة ونخلط وملعقة ونخلط حتى الطعم يصير متوازن وجيد على حسب الذوق. وآخر إضافة هي السكر البودرة المنخول، تضيفينه على حسب الحاجة وتخلطين حتى الطعم يصير على حسب ما أنتي تبغين. وهذه هي كريمتنا النهائية متماسكة، والعلامة الصحيحة للكريمة أنها ما تطيح من السباتشولا، وإذا جيتوا تدهنونها تشوفون الدهن سهل وبسيط. هذه هي علامات نجاح الكريمة. وطعمها بنفس الوقت مو حالي مرة، لأن الكيكة والصوص حق كيكة الزعفران في حليب محلى وفي سكر، لذلك أنصحكم هذه الكريمة تكون موزونة صح وحلاها مو كثير. الحين نبدأ نشتغل على الكيك. زبطناه، هذا هو بعد ما طلع من الثلاجة متشرب وبارد تماما. شايفين كيف البرودة على الصينية؟ هذا هو المطلوب انه يكون بارد عشان نقدر نشتغل عليه بسهولة وما يتعبنا بالتقطيع والحشو. فكيت الأطراف للكيكة بواسطة سباتشولا معدن، أو إذا عندك سكين غير حادة الطرف يعني عشان ما تخدش الصينية، تفكين فيها كل الكيكة، بعدين تقلبينها بسم الله على ورق زبدة وتبدين تشيلين الصينية. شايفين الكيكة ما تلصقت أبدا وطالعة حادة الزوايا، والسبب هو ورق الزبدة. هذا ورق الزبدة اللي إحنا أمس حطيناه تحت، هو اللي يمنع الالتصاق. أعطتنا كيكة حادة الزوايا وطلعت بكل سهولة. الحين بواسطة قطاعة السلك، إذا أنتم شايفين، نحرك الارتفاع للسلك على هذه السنة على حسب ما إحنا نحب تكون ارتفاع كيكتنا، نحطه بهالشكل ونرفع ونزبط عشان تصير بالمنتصف ونبدأ نقطع. أنا الآن زبطت الارتفاع، الحين راح أبدأ أقطع الكيكة بشكل حلزوني. أكبر غلط إنكم تقطعون كذا مباشرة، هذا غلط، راح تطلع لكم الكيكة مايلة. تحطون القطاعة وتبدون تدورون دار مدار على الكيكة بهالشكل حتى تصلون إلى المنتصف بسهولة، راح تنقطع معاكم بكل ترتيب. خلاص قطعتها حتى المركز، شايفين كيف التقطيع طلع مرتب وأنيق. قطع من الكيكة بالنص، راح أحط أول جهة على البورد اللي راح نقدم فيه الكيكة بهالشكل. لتزيين كيكة الزعفران نحتاج بس إلى ستاند دوار وأكياس كريمة عشان نحط فيها الكيكة، وطبعا البورد عشان الكيكة بهالشكل نحطها على ستاند الدوار ونشتغل عليها. نبدأ بوضع الكريمة بهالشكل، نرفعها شوي دار مدار الكيكة باستخدام ستاند الدوار. إذا حابين تسقون الكيكة تقدرون تسقونها بنفس الصوص حق كيكة الزعفران بهالشكل، حسب رغبتكم، تبونها غرقانة تبونها ناشفة، على حسب ما أنتم حابين. بعد ما عبيت الكيكة بالكريمة نبدأ نحط الطبقة الثانية بهالشكل، نحاول تكون بالمرة. نعيد الخطوات، نسقي الكيكة ونحط الكريمة. هذه الطبقة الثانية سويتها، السر ان هذه الدوائر ما تنغفص هو انك لما تحطينها تحطين الحلزون اللي بالنص ارفع منها شوي، عشان لما تحطين الطبقة اللي فوق تمسكها هذه الطبقة المرتفعة وما تفغص الدوائر. فاهمين كيف طريقة التكنيك؟ عشان يعطيها شكل مرتب وحلو والدوائر تصير مشدودة مو مفغوصة. بعد ما رصينا كل الطبقات الحين نزين السطح بدوائر زي كذا كبيرة بهالشكل، وعليها رشة زعفران
كذا يعطيها فخامة وشي أنيق.